تقبري قلبي، هيك بدي اياكي. الحمد لله. هي جميلة رجعوا لعقلها وسمعنا قصص كلها عبر ومعاني من عايشة خانم. ايه بس ما قلتي لي ليش وقفتي؟ تشكلي قاسية حاجتي، صار لازم نروح على البيت. هي شفتكم وانبسطت معكم وطمنت على بنت عمي جميلة. تبشيلي يا ميادة. ايه لا عدي 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 لك عدي. وعظيم ويمين ما بتروحي لا انت ولا بهية غداكم عندي اليوم، لانه جميلة تقبر قلبي طلبت طبخة يبرا وانا ما بدي خجلها. تسلميلي يا مرتخي. لهيك هلا بنتساعد وبنلف ورق العنب مع بعض. يا الله شو طيبه هالاكله، بس بدنا معلميه عليكي عايشه خانم، اصولها مع الدهنه والشرحات. ايه صح تقبريني، مزبوط كلامك. هي الاكله يا ستي من لانتي، امي تعلمتها من ستي الله يرحمها الست اللي الي، علمتها لامي وامي علمتني اياها، علمتني كيف ساويها وكيف كون شاطره بلف اليبرا، وانا هلا عم بشتغلها وشاطره كثير كثير فيها. بس بتعرفوا من امتى تعلمتها؟ من وقت كان عمري 10 سنين. ما شاء الله عليكي، كل عمرك فتحه وذكيه. تسلمي لي، حول عافيتك حبيبه قلبي. ايه معه حق اخي ابو النور ما يرفض لك دلع، لانه انت ست بيت من كل النواحي، يعني نفسك على الطبخ غير شكل. لك تقبري قلبي يا جميله. ايه ها ورجيني هالابتسامه الحلوه. بتعرفوا منيح اللي عندي اواتيل الطبخه. امبارحه ابو النور راح على مزرعه ابو خالد، وابو خالد معلومكم عنده مزرعه بتطير العقل، جاب من عنده ورق دوالي. هذا ابو خالد عنده ما شاء الله ما شاء الله غنم وبقر، وعنده دوالي عنب زيني وبلدي ومن كله. يا سلام يا سلام، نيال أهل بيته لأبو خالد، كل ما اشتهوا ورق العنب بيلفوا وبياكلوا، وكل ما بدهم يشربوا حليب طازة بيشربوا وبيعملوا رز بحليب وكشك الفقرة. على سيره كشك الفقره، بكره رح نعمل لمه حلوه وناكل كشك الفقره، والله مشتهيتها. بس هي اللمه لازم تكون ببيت جميله، ولا شو يا جميله؟ وانا جاهزه ان شاء الله. على كل الاحوال رايحه انا هلا افوت جهز لوازم الطبخه. مين منكم اللي بدها تساعدني؟ انا مرتخي، انا يعني قد ما بعرف اطبخ بحب اطبخ معك، لانه انت بتعرفي الطبخ على اصوله. يلا شرفي الحقيني لقلك. على فكره جمله، هذا ورق العنب انا من امبارح سالقته، لانه سلقت للمونه. قلت لك انه ابو النور راح امبارح على مزرعه ابو خالد وجاب لنا من عنده، بس شو ظراف كثير وطرايه وبيطيروا العقل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حبيبتي. احكي لك اواتير الطبخه؟ ايه شو عليك؟ كيلو ورق عنب، وكيلو شرحات غنم، كيلو عصاعيس، نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة للحشوة، ونص كيلو شرحات لية، وبطاطتين. بتعرفي لي شو هدول البطاطتين؟ ايه طبعا مرتخي، بينحطوا بسفل الطنجره مشان ما يلزق الورق. عفاري ما عليكي. 3 ليمونات مشان نعصرهم، وتوم، و3 كاسات رز، بالإضافة طبعا للشيء المهم كتير واللي لازم ما ينتسى واللي بدونه الطبخة ما إلا لا نكهة ولا طعمة، الملح والبهار والعصفر تحديدا بهي الأكلة. تمام؟ شو رأيك نبلش؟ ايه قبل ما نبلش فيك تعيديه؟ ايه طبعا في. يلا هاتي لي شو. كيلو ورق عنب، تمام. كيلو شرحات،